السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس بعنوان بتريل هاو تو، اللي بشرح من خلاله بعض الخطوات والمهام اللي بنقوم بيها أثناء شغلنا بالبتريل. وفيديو النهاردة إن شاء الله بعنوان How to complete wells using automated design. دي الأربع فيديوهات اللي أنا شرحتها في المرات اللي فاتت، وكان المفروض فيديو النهاردة بعنوان How to select best perforation intervals، ولكن بعد مراجعة المحتوى لقيت إن العنوان ده مش هو أنسب حاجة. يعني الفيديو كده باختصار إن هو لو عندي بير أو مجموعة آبار وعايز أعمل لها كومبليشن، فأنا بستخدم الأوتوميتد ديزاين أوبشن في البتريل، بحيث إن أنا بدي بتريل أوردر إن هو يعني ينزل الكيسنج في الآبار ديت، وكمان يعمل برفوريشن وفقا للمعايير اللي انا حددها له لبعض البروبرتيز. هديله بعض القيم ليها يعني، او قيم محدده ليها، وعلى اساسها ان هو بيعمل البرفوريشن. فبالتالي الموضوع مش مقتصر فقط على ان هو يعمل برفوريشن لبير او مجموعه ابار، ولكن ان هو بيعمل كومبليشن كامل للابار ديت باستخدام الاوتوميتد ديزاين. فبالتالي العنوان المناسب للفيديو ده هيبقى هاو تو كومبليت ويلز يوزنج اوتوميتد ديزاين، زي ما هنشوف في الفيديو بمشيئه الله. كل ما أرجو من حضرتك إنك لو طلعت بأي فايدة من الفيديو ده، إنك تدعي لوالدي ووالدتي حبايب قلبي رحمة الله عليهم، بإن ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة، وإن ربنا يا رب يرزقني الصبر على فراقهم. وكمان برجو من حضرتك إن نهاية الفيديو ما تبقاش عندك، يعني إما إنك تشيره لزمايلك أو تشرح لهم الخطوة اللي هنعملها مع بعض النهاردة بمشيئة الله، عشان بس النهاية ما تبقاش عند حضرتك. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا بمشيئه الله. طيب، هو الفيديو ده خاص باللي احنا ازاي نخلي البتريل يساعدنا في اختيار البرفوريشن انترفالز، او ان هو يحط البرفوريشن انترفالز بناء على البارامترز اللي احنا هنحددها له. يعني في الموديل دلوقتي دوت، انا عندي بالنسبه للكيسز في رنتين سيميوليشن، رنت هيستوري كيس ورنت بريدكشن. في اوريدي بناء على رنة البريدكشن اللي هي انه فردر اكشن كيس، انا اخترت 4 ابار او ضفت 4 ابار جداد. وعرفنا ازاي اللي احنا نضيف الابار يعني الجديدة في الموديل بتاعنا. ال3 ابار الجداد دول احنا عاوزين بقى نعمل لهم برفوريشن انترفال، وعايزين نعمل لهم كومبليشن. فكان في العادي اللي احنا كنا بنفتح كده والسكشن ويندو اهي، واختار 3 ابارز ترتيب كده. وبعد كده بعمل بقى اما بحدد البارامترز او البروبرتيز اللي انا بعرضها، اللي بناء عليها هحدد فيها البرفوريشن انترفال، وليكن البروستي والبرميابيليتي والريزلتد اويل ساتوريشن اللي متاخده منه فردر اكشن كيس. خلينا نعمل زوم كده نكبر السكيل بتاعنا. تمام. وبالنسبه بقى لموضوع الريزلتد اويل ساتوريشن ديت، كنت بجيب التايم بلاير واحدد فيها التايم اللي انا عاوز اعرضها فيه. يعني هي اوريدي كده بتتغير وفقا للتايم دوت، لان هي دايناميك. فاحنا هنيجي في سبتمبر 2026 التاريخ اللي احنا هنضيف فيه ال3 ابار دول، بحيث ان احنا نعرض الريزلتد اول ساتوريشن ديت. فكنا في العادي بنيجي في اما المانوال ديزاين او الكومبليشن مانجر، بحيث اني بحدد فيها بالظبط ايه البارامترز الفاليو بتاعت البروبرتيز اللي احنا عارضينها دي، وعلى اساسها بنحدد البرفوريشن انترفال. يعني كنا بنيجي في المانوال ديزاين بعمل الكيسنج واكليك على البير، وبعد كده البرفوريشن احدد البرفوريشن انترفال زي ما شفنا في الكورس الاساسي بناء على البروبرتيز دي. يعني لو حددنا كده بارامتر ثابته، وليكن خلينا نتفق ان لو البروستي اكتر من 15%، لو البرميابيليتي اكبر من 20 مللي دارسي، ولو الاول ساتوريشن، لان هي برضو ستيل لسه انيشال ساتوريشن، ما اتاثرتش برضو بحركه الميه او بالووتر انجكشن في الابار بعيده، لان اللوكيشن بتاع الابار الجديده بعيد عن الووتر انجكشن ويلز، فما اتاثرتش بيها في 2026. فخلينا مثلا نقول ان هي يعني 0.8005 اكتر منها هتبقى هي يعني اللي هنحدد عليها او هنخرم عندها او نعمل عندها البرفوريشن انترفال بتاعتنا.
طب فكان في العادي اللي احنا كنا بنختار برفوريشن هنا ونقعد بقى نسلكت بناء على البارامترز دي، فكنت بضيع وقت بالنسبه للبير واحد، فما بال عندي اكتر من بير فاكيد وقت كتير هيضيع فيها. طب ايه اللي هيتم بقى؟ اللي هيتم اللي انا هفهم البتريل البارامترز اللي احنا حددناها دي، واقول له عند البارامترز ديت اعمل برفوريشن انترفال واعمل كومبليشن كامل للابار دي كلها ايا كان عددهم اللي موجود او اللي انا هحدده، سواء بير واحد او اكتر من بير. طيب هنعمل كده ازاي؟ الموضوع ده هيتم على 3 مراحل. المرحله الاولانيه اللي انا هحول البروبرتيز اللي انا عارضها في الويل سيكشن ويندو دي للوجز في الابار، وبعد كده هعمل ايكويشن بواسطة الكالكوليتر اللي انا هقول له ان البرفوريشن لما يبقى البروستي اكتر من 15 والبرميابيلتي احدد له بالظبط البارامتر بتاعتي في الايكويشن اللي انا عاوز اعمل عندها البرفوريشن دي. والخطوة الثالثة اللي انا اقول له نفذ بقى الكلام دوت. تمام؟ فخلينا في الخطوة الأولانية اللي احنا هنحول البروبرتيز دي اللي هو البروستي والبرميابيلتي والريزلتد اول ساتوريشن إلى لوجز في الأبر. طيب هيتم ده ازاي؟ نقفل بقى المانوال ديزاين ده مش عايزينه، وهنيجي كده في الانبوت هنا، وبدل ما نعمل الخطوات دي لكل بير على حدة، بما ان مجموعة ابار انا عاوز اعمل لها البارامترز ديت يعني واعمل لها الكومبليشن، هاجي كده في الويلز ادوس كليك يمين واقول له اعمل لي نيو فولدر، وهاجي في النيو فولدر دوت كليك يمين سيتنجز واسميه مثلا نيو ويلز واقول له تمام، واجي هنا اضيف الثلاث ابار دول وادوس كنترول، وبعد كده ادراج الابار دي واحطها في الفولدر دوت على اساس ان نفس الاوبريشن اللي انا هعملها بدل ما اعملها لكل بير لوحده. الخطوه الاولانيه اللي انا هحول البروبرتيز ديت للوجز، هقف على النيو اللي هنا وادوس كليك يمين واقول له سيتنجز، وبعد كده اقول له ميك لوجز، وهو بيوضح لي هنا البروبرتيز اللي موجوده عندي في المودلز. طب الاول ساتوريشن ريزلتد هي مش موجوده ليه؟ لان هي مش بروبرتي موجوده، فانا لازم احولها لبروبرتي موجوده وبعد كده احولها اللوجز مع البرم اكس ومع البروستي. فهنروح كده في الريزلت ديت هنا واقف عندها وهدوس كليك يمين واقول له convert to 3D grip property. هحدد هنا الكيس واحدد هنا بالظبط اللي هو البارامتر او البروبرتي اللي انا عاوز احولها او الريزلت بروبرتي اللي انا عاوز احولها لجريب بروبرتي. الله اكبر الله اكبر، بعد الاذان هنكمل ان شاء الله. طيب هنكمل كده ان شاء الله. انت وقفت فين؟ في الاول ساتوريشن هنا اخترناها، وهنختار التايم اللي احنا هنحول عندها الاول ساتوريشن الى بروبرتي او جريب بروبرتي. فكان التايم بتاعنا كان سبتمبر 2026، فهو عامله هنا على اساس التايم بلاير كنا محددينه، وهقول له ابلاي واقول له اوكي. فهنلاقي ان الاول ساتوريشن الريزلت دي اتنقلت عندي هنا، بقت موجوده في البروبرتيز هنا، بقت اول ساتوريشن ولكن محدده عند التاريخ دوت. الفرق ما بينها ما بين ديت وما بين الاول ساتوريشن الريزلتد اللي هي دي ان دي متغيره مع الوقت، دي دايناميك. يعني لو جبنا كده التايم بلاير، سوري كان مفتوح، لو جبنا التايم بلاير وغيرناه كده فهنلاقي ان دي دايناميك معايا، ولكن ديت ثابته لان هي محدده بوقت معين اللي هو سبتمبر 2026. خلاص احنا كده مش عايزين ديت، احنا هنعمل الكومبليشن بتاعنا بناء على القصه دي. طيب يبقى الخطوه الاولانيه اللي احنا هنحول بقى البروبرتيز دول الى لوجز. طب هم مش معروضين على لوجز، هم معروضين فقط على شكل لوجز ولكن هم مش لوجز اساسي. طب ليه انا عايز احولهم للوجز؟ لان علشان استخدم الكالكوليتر الخاصه بالابار فهو بيدخل لي اللوجز فيها، انما ما بيدخليش فيها البروبرتيز اللي موجوده ديت. بمعنى هنيجي كده في انبوت هنا واجي في نيو ويلز ادوس كليك يمين واقول له سيتنجز واقول له ميك لوجز. ميك لوجز اعرض لي دلوقتي بقى الاول ساتوريشن اللي ما كانتش موجوده. هاجي كده اختار البرم اكس واختار البروستي واختار الاول ساتوريشن الريزلت ديت واقول له ميك لوجز واقول له اوكي. فهو دلوقتي اوريدي لو جيت جوه كل بير هلاقيه عمل هنا ويل لوجز وعرض فيهم البارامترز اللي احنا حددناهم دول بقوا موجودين. فالخطوه دي لو حضرتك عندك بير واحد كنت هتعملها بالظبط زي ما عملناها في الفولدر دوت، اللي انت هتقف على البير وتقول له سيتنجز وتعمل ميك لوجز و
تحدد البارامترز اللي انت بالظبط عاوز تحولها للوج، وهتلاقيهم موجودين عندك اوريدي في البير، ولكن احنا عشان عملناها بفولدر بيحتوي على عده ابار فهو ضاف اللوجز ديت للابار كلها. طب دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه اللي انا هجيب بقى الكالكوليتور واحط فيها الايكويشن اللي انا بناء عليه عايز احدد البرفوريشن. فعشان نعمل الخطوه ديت ممكن مثلا كده نقف على نيو ويلز وندوس كليك يمين ونقول له كالكوليتور. طيب هو هنا بيقول لي انت عاوز تعمل ايه؟ هدخل لك ايكويشن هسميها perforation، وهقول له ان البرفوريشن ديت بتساوي ايه بقى؟ هدخل اف كونديشن، هقول له اف. شوف بقى هنا هو جايب لي هنا ايه؟ جايب لي اللوجز اللي انا البروبرتيز اللي انا حولتها للوجز، انما مش جايب الجريد بروبرتيز موجوده فيها، فده السبب اللي انا حولنا البروبرتيز ديت للوجز. هقول له اولا لما يكون البرم اكس وقلنا اكبر من 20 ملي دارسي، وضيف عليها كمان لما تكون البروستي اكبر من 0.15، وضيف عليها كمان لما تكون resulted all saturation في التايم اللي احنا حددناه ده قلنا ان هو اكبر من 0.8005 مثلا. في الحالات دي انا عاوز اعمل برفوريشن، فخليه لي البرفوريشن بواحد. طب غير الحالات دي القيم اللي اقل من دي بس نكبر كده، لا اقول له خليها لي بزيرو. يبقى انا حطيت هنا البارامترز اللي انا بناء عليه عاوز احدد البرفوريشن انترفال، وهاجي هنا في التمبلت هقعد ادوس كده على بي بحيث ان هي لحد ما تجيب لي ان التمبلت بتاعتها يعرفها لي ان ديت برفوريشن اهي، واروح دايس انتر وخلاص دخل كده الايكويشن عندي. يبقى انا عملت الخطوه الاولانيه حولت البروبرتيز لوجز، وبعد كده الخطوه الثانيه عملت الكالكوليتور استخدمت اللوجز ديت اللي انا احطها في الايكويشن. الخطوه الثالثه بقى اللي انا اقول لبتريل نفذ الكلام بقى دوت. فهينفذ الكلام ده ازاي؟ مش من مانوال ديزاين ولا الكومبيليشن مانجر، ولكن من خلال الاوتوميتد ديزاين. هفتح دي كده، انا عاوز اعمل ايه هنا؟ انا عاوز اعمل create simple compilations، عاوز اعمل كومبيليشن جديد لانه بير. لو حضرتك عندك بير واحد هتقف على البير الواحد ده وتضيفه، ولكن احنا عشان مجموعه ابار ونسهل على نفسنا القصه دي هدوس على الفولدر نفسه واقول له عايز اضيف الابار دي. طب الديت بتاعها امتى بتاع الكومبيليشن؟ لا انا الديت بتاع الكومبيليشن دوت هعمله في 2026 في سبتمبر 2026 يوم 1 في نفس تاريخ اضافه الابار يعني. طيب هاجي هنا بقى في نقطه مهمه وهي المينيمم انترفال. يعني دي برضه هنستعرضها او هنغيرها بعد ما نعمل الكومبيليشن، ولكن انا مثلا البرفوريشن انترفال بتاعتي انا عاوز احددها ان هي تبقى مش اقل من متر. يعني لو في جزء عندي كده مثلا حوالي نص متر او حاجه على اللوج وشايف ان البارامترز اتحققت فيها، هقول له لا انا مش حاجه اخرم بس الجزئيه ديت، اقل حاجه مثلا خليها لي متر. طيب بعد كده بالنسبه للكيسنج، لان اوريدي لسه مفيش كيسنج اتحطت، فكريت كيسنج واقول له اول ويل على اساس ان هو على كل البير اعمل الكيسنج لحد الاخر. طيب بعد كده كرييت، انت عاوز تكريت ايه؟ عايز اكريت برفوريشن، فبيقول لي فروم لوج ديت الكالكوليتور اللي احنا عملناها لما عملنا موضوع البرفوريشن، فهو اوريدي بالنسبه لللوجز هنا حولها البارامتر اللي احنا دخلناه في الكالكوليتور دوت هو خلاها لي برضو بصوره لوج موجود، او دخلها ضمن الجلوبال واللوجز. فاللي انا هاجي هنا في البرفوريشن دي اللي انا اوريدي دخلت الايكويشن بتاعتها، اقول له هنا فروم لوج واجيب البرفوريشن دي واقول له انا عاوز اطبق الايكويشن اللي انا عملتها دي، وهو بما اني انا مدخل التمبلت بتاعتها كبرفوريشن فهو فاهم ان دي هتبقى برفوريشن هعملها. والسكن هنا هنخليها بزيرو، الا لو حضرتك بقى عاوز تغير في موضوع السكن دوت وفقا للمعلومات اللي عندك الخاصه بالبير ده. طيب هنيجي بعد كده ونقول له بقى رن الكلام دوت. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو اوريدي ده عمل الكيسنج للابار كلها وعمل البرفوريشن انترفال وفقا للبارامترز اللي احنا دخلناها دي. يعني خلينا كده نبص بقى على البارامترز اللي احنا حددناها، هنلاقي ان هو
في جزئية مثلا وليكن زي دي، البروست بتاعتنا هي اكتر من، يعني اكتر من 15، احنا تقريبا كنا محددين 15%، ولكن البرميابيليتي بتاعتنا اقل من 20، فبالتالي هو اجنور الحته ديت ان هو يعمل لها البرفوريشن في الجزء دوت. وكذلك لو مسكنا مثلا زون زي ديت، البروستي هنا بتعرض الفاليو يعني بتاعتها وفقا للسهم اللي احنا واقفين عنده 22 اكتر من 15% اهي، ولكن البرميابيليتي اقل من 20. طب هنيجي مثلا لجزئيه زي دي، البرميابيليتي بتاعتي اكتر من 20، ما هي عامله 30 مللي دارسي. طب ليه هو ما عملش الساتوريشن؟ ليه ما عملش البرفوريشن ولا ايه؟ لو بصينا للساتوريشن في الحته دي هي 0.8007، فاكتر برضو من الفاليو، لان احنا كنا عاملين الانترفال بتاعنا 1 متر، ودي اقل من 1 متر. يعني بمعنى لو انا جيت كده في الاوتوميتد ديزاين وغيرت دي خليتها 0 وقلت له اي جزئيه بقى طبق لي فيها البرفوريشن انترفال واقول له رن، فهلاقيه جاي في الحته اللي احنا شفناها دي كده وراح حاطط برفوريشن انترفال. ولكن لان مثلا انا عارف ان الانترفال بتاعتي هتبقى قليله قوي اللي انا اعمل عليها برفوريشن او اخرب في الانترفال دي، فاحدد مثلا فاليو هنا يبقى ده المينيمم انترفال اللي انا اخرم عندها، وبالتالي هو حقق البارامترز بتاعتي وضاف البرفوريشن انترفال للابار ديت يعني. بس بكده نكون اللي احنا عرفنا ازاي اللي احنا نعمل البرفوريشن او البتريل ان هو يساعدنا في اللي احنا نعمل البرفوريشن لبيست انترفال اللي احنا عاوزينها لمجموعة ابار مرة واحدة من غير ما نضيع وقت كتير فيها. ارجو ان يكون الفيديو واضح لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.